بعد مشكلة رامي صبري مع عزيز الشافعي وأغنية شكرا لعمرو دياب، وإن رامي كتب بوست قال فيه إنه مش هيشتغل مع عزيز تاني، فرد عليه تامر حسين وعزيز الشافعي ووجهوا اللوم لرامي إنه ما عندهوش رؤية فنية للأغاني، وبياخد وقت طويل لحد ما يقرر هيغني الأغنية ولا لأ، وإنهم ما تنازلوش عن حقوقها لرامي، وإنه أي أغنية بتكون من حق المؤلف والملحن لحد ما يختاروا الأفضل واللي هيغنيها. واستمرارا لمسلسل الضحك ويا ضحك ملكش عليا جمايل، رامي صبري عمل حركة بتثبت قد ايه هو فنان معدوم الخبرة والاحترافية في التعامل بالرغم من موهبته الكبيرة. أحد الفانز كتب بوست طويل عريض بيغلط وبيقلل فيه من قيمة عمرو دياب وكمان تامر حسني. الله، وانا مالي يا لمبي؟ يقوم رامي وبكل سذاجة ينزلها عنده على الستوري. بتقول ايه بقى الستوري؟ سيبك من بتوع هضبة ونجم الجيل، ما هم موجودين في السوبر ماركت محدش بيشتريهم. نتكلم جد، المطرب مش بأغنية تعمل ضجة يومين وتتنسى بعدها، أو يعمل أغنيتين تلاتة حلوين ويعيش على صوتهم طول العمر والباقي وحش. المطرب اللي بجد أمثالك أنت ورامي جمال وتامر عاشور تعملوا ألبوم من هنا يتسمع طول السنة لحد ما تنزل الجديد، ونرجع نسمع تاني وتالت، ونستنى هتنزل أغنية جديدة تاني امتى؟ يعني الأغاني اللي عملتها في مسيرتك كلها بتاريخ عمرو دياب كله، ومفيش أغنية واحدة من أغانيك وحشة أو أي هري بيتقال ويطلع ناس يزيطوا ورايا وخلاص. فخليك فخور بنفسك وانت مش محتاج تثبت موهبتك لحد. أراهنك إن حد سمع الأغنية دي قد ما سمع أنا خاصمت الشوارع. كمل يا مبدع.